يعني ايه حزن؟ وليه احيانا ممكن نصحى من النوم نلاقي نفسنا زعلانين جدا وحاسين بحزن مش طبيعي؟ ليه احيانا لما بنغرق في الشعور ده خلال فترات الصباح الاولى او حتى وسط اليوم وما بنعرفش نرجع تاني؟ يعني مجرد ما وقعت القصة خلاص اليوم انتهى وكل حاجة وقفت وكل حاجة بقت سيئة. ازاي نقدر نعدي الحزن وازاي اصلا نقدر نتعرف عليه؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب دايما. النهاردة حابة اشارك معاكم مقدمة الكتاب بتاعي اوراق الحزن الخمسة. خليني اقرأ لكم المقدمة، هي مش طويلة خالص لكن هتديكم فكرة عن باقي حلقات البودكاست اللي جاي، بودكاست نفسيتك بالدنيا. مقدمة بتقول ايه؟ الحزن ذلك الشعور الطاغي يأتي فنسلم تماما، نمنحه إخلاصا استثنائيا فلا نعود قادرين على شيء سواه. خضت تجربة الحزن الشديد في العامين الماضيين، علمت وقتها كيف تظللنا تلك الغيمة السوداء فجأة فلا تعود الرؤية ممكنة. هكذا تصير المسلمات شكوك وتبدو المقاومة فعل خيانة. نبحر أكثر وأكثر حتى نصل إلى تلك النقطة التي لا يعود البعض منها أبدا. حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما مصدر بهجتك. خليل جبران. حسنا، عقب تجارب الحزن الشديد لا يعود المرء هو ذاته أبدا، ثمة شيء يتغير، مرحلة تبدأ وأخرى تنتهي، يتغير شكل العلاقات والأفكار ويصير العالم مكانا جديدا نستكشفه بعيون دامعة وقلب منهك أو لا نرغب في استكشافه أصلا، حيث نمكث هناك في ذلك الركن البعيد عن كل شيء لوقت قد يطول، لا نرغب في شيء، أي شيء، فقط صمت وانزواء ورغبة عارمة في الاختفاء التام، العدم، ألا نصير شيئا بعد تلك اللحظة. يحدث أن يقع الحزن لأسباب تافهة، ويحدث أيضا أن يقع لأسباب جليلة، وبين هذه وتلك يبقى الحزن بين الجميع، طاقة عارمة وناعمة أيضا، قادرة على اعتصار القلب وامتصاص الحياة من أكثر الأجساد قوة، في بعض الأوقات يقتل. الحزن قوة جاذبة لأسفل تسحب الرأس والكتفين إلى تحت، كأن الجسم في حزنه يمسي واهنا خفيفا فتستقوي الجاذبية عليه وتستشرس. رضوى عاشور من رواية فرج. هل تتفاوت درجات الحزن بين البشر؟ وهل يصير مولد طفل بين شخصين بعينهما مبررا لكونه أكثر حزنا من غيره؟ يقولون إن الحزن يكسر القلوب، يكسر القلوب فعليا. ربما لهذا وجدت أدعية بعينها للحماية من الحزن والكروب، لكن يبقى الحزن غريبا جدا يشعر به البعض دون سبب، ويملك آخرون أسبابا عنيفة ليجتاحهم ذلك الشعور. وبين هذه وتلك يبقى السؤال: كيف يمكن التعامل مع الحزن؟ خضت تجربة خاصة جدا في العامين 2021-2022، خابرت خلالها مراحل الحزن، كيف يقع وكيف تمر بمراحله الخمسة. تبدو النجاة من كل مرحلة كورقة توت تسقط عنا فينكشف ما لم نرغب أبدا في أن نراه. ورقة بعد أخرى سقطت وتركتني مع أسئلة عديدة أردت البحث عن إجاباتها عبر هذا الكتاب، كتاب أوراق الحزن الخمسة. الحقيقة أن أنا خلال الفترة الجاية هاخدكم في رحلة في كتابي أوراق الحزن الخمسة، وهو محاولة
أو دليل عملي للتخطي والمقاومة. أوراق الحزن الخمسة دليلك للتخطي والمقاومة. الكتاب إصدار 2022 عن دار أم الدنيا للنشر والتوزيع. يعني أتمنى أنه يكون صدقة جارية عني. أي حد يسمع الفيديو أو الفيديوهات الجاية يقدر أنه يعدي هذه المرحلة الصعبة جدا. أشوفكم على خير الفيديو الجاي.